السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنوجد معكم واحد الكيكه ديال الشوكولات كتجي رائعه. تبعوا معنا المراحل وطريقه التحضير. المهم غنوجدوا لكم واحد الحلوه الشوكولات اللي غيوجد لينا الشيف محمد. سير نديروا عندنا واحد كاوبيل. المهم عندنا واحد كاس ديال السكر وكاس ديال الماء وكاس ديال الزيت. تفضل دير كاس ديال السكر. راه داك الكاس باش ما نخسرش انا كيسان بزاف ديال الزيت. كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء. جيب كاس ديال الماء من الروبيني. يلا هاد الكريمه حركها مزيان، حرك. هاكا تبارك الله خطيبات. المهم كتبقاو تحركوا. جيب ليا باش ما تكورش لكم في الكريمه. بالنسبه لهاد الكيكه ما كتطلعش بزاف، ولكن كتجي زوينه وبنينه وعامره بالشوكولاط. المهم البنات تبعتوا معنا المرحله الاولى اللي هي مرحله الكريمه اللي فيها كاس سكر، كاس زيت، كاس ماء، وطبعا واحد الساشيه ديال الكاوبيل. طبعا الطريقه الثانيه يعني المرحله الثانيه سمحوا لي فيها 3 البيضات يكونوا كبار. انا درت هنايا 4 لان عندي واحد جوجة صغار. وعندنا واحد الكاسونس ديال الدقيق، وعندنا 2 خمارات. هادشي اللي كاين البنات. وبالنسبه لهذيك الكريمه البنات راه غنقسموها، غناخذوا منها شي حاجه. انا ما خديتش بزاف وغنخلطها مع هاد الشوكولات ديال دانيت باش نزينوا بها الكيكه ديالنا. غناخذ شويه في هاد القرعه هادي وغنديرها طبعا في الثلاجه، ومن بعد غنخلطها مع هاد الدانون هذا باش المهم ماشي بالضروري انكم تخلطوها، ولكن انا بغيت باش تعطيني واحد الكميه. ملي كتبرد لينا هاد الكريمه اللي طيبنا طبعا فوق البوطه وحنا كنحركوا فيها التطابط وخليناها على واحد سميتو ما تخليوهاش تجمع بزاف البنات، لان ما حدا كتبرد راه كتجمع. المهم تغلى مزيان وانتم كتحركوا فيها. من بعد البنات كنبردوها، كنخليو فيها شويه سخونيه. علاش انا كنخلط في نفس الاناء اللي طيبت فيها الكريمه باش تحافظ لي على هذيك السخونيه اللي كتعطي واحد ايضا واحد الكيكه باش تجي حين البيضه عندي بارد. المهم البنات، ولكن بالنسبه ما تخليوهاش سخونه بزاف باش ما طيبش لكم البيض. وانتم كتخويو البيض وكتحركوا باش هذاك البيض ما يطيبش لكم ولا شي حاجه، لان باقي الكريمه ديالي دافيه. ملي كنخلطوها طبعا كناخذوا هذاك الكاسونس يعني 150 غرام البنات ديال الدقيق اللي كيكونوا مغربل، وطبعا 2 خمارات. هذا هو هذه هي المرحله الثانيه اللي غنديروا الكيكه ديالنا. وطبعا كنحركوا. غير واحد القضيه شفتوا معايا واحد الدري، راه ما تشوفوش اللي الدين كبار تبارك الله ما شاء الله. الدري عنده 16 عام والاخ ديالي. مزيان في هذه العطله انكم دخلوا الوليدات الكوزينه وتوريهم شي حوايج بساط بحال هكا، باش منها انهم يتعلموا، منهم يخدموا شويه، يحركوا يدياتهم، ما يكونوش غير جالسين سوا البنات سوا الدراري. راه الوليد ماشي بنيه تبارك الله ما شاء الله. دخلته معايا قلت له اجي باش تصايب الكيكه، وعجبوه الحال. قال لي واخا انا غنصايب. قلت ليه وبديت كنوريه كيفاش، وبدا كيحرك وبدا كيطيب والمهم عجبته الفكره. مزيانه هاد الطريقه ديروها مع الوليدات خصوصا في هاد العطله. وملي كنقاديو هذاك الدقيق اللي عندنا البنات كاسونس ديال الدقيق، كندير واحد المعلقه في الاخير ديال الخل. المهم كنديروها باش تعطينا واحد
واحد الهشاشه الكيكه ديالنا. طبعا كناخذ واحد الاناء اللي كندهنوا بالزيت وكنفرشوا فيه واحد بابي كويسون. طبعا ملي غنخويو الخليط ديالنا كنطلعوا الاناء الفوق باش الكيكه ديالنا تجي تجي رطبه وتجي عاليه شويه، رغم ان هذه ما كتجيش عاليه بزاف البنات، ولكن كتجي هشيشه بزاف. كنتمنى تجربوها وتلقى استحسانكم. مشاو ليا بعض الفيديوهات، يعني بعض اللقطات ديال الفيديو فاش خرجتها في الفران، وباش راه ما كتسقيوها ما والو البنات. كنخلط غير هذاك سميتو، كندهنوها وكتزينوها باي طريقه بغيتو. انا غنزين بالكركاع. صدقوني الشكلاط مع الكركاع كيجي خطير خطير البنات، جربوه. الا ما بغيتوش ديروه طريفات هكا، هرمشوه البنات وزينوا به الكيكه ديالكم. راه كيجي مع هاد الشكلاط وهاد الكيكه خطير خطير بزاف، صدقوني. كنتمنى تجربوها ليكم ولوليداتكم، راه غتعجبكم بزاف. وما تنساونيش بواحد التعليق زوين والاشتراك في القناه اللي اول مره كيشاهدني. كنقول ليه مرحبا بك، وما تنسانيش بواحد التعليق زوين واشتراك في القناه واحد الابوني. جزاكم الله خيرا، وبالتعليقات ديالكم التشجيعات ديالكم طبعا كنقدموا احسن واحسن. وشكرا طبعا على المتابعه وعلى على المشاهده. واللي طبعا كيخلي ليا شي تعاليق وكنلقاهم، شكرا بزاف. كنقول لكم البنات خصوصا داخل الوطن وخارج الوطن، والاخوات ديالنا في الجزائر طبعا كنقول لكم شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. وطبعا كنتمنى الكيكه تعجبكم، كنتمنى تجربوها. ما تنساوش تخليوها ليا الا عجبتكم وجربتوها وعجبتكم، وتخليو ليا في التعاليق. وشكرا طبعا على المتابعه، وما تنساونيش بلايك ومشاركه في القناه. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.